الحلقة دي بعنوان نهائي القرن. اكيد انت عارف انا قصدي على ايه. بص بقى، احنا عارفين ومتأكدين ان الفريق اللي هيخسر الماتش ده هيخش في دوامة زمنية ملهاش نهاية، لان بشكل بسيط وطبيعي ومرن ده اول نهائي افريقي يجمع الاهلي والزمالك بعد نهائي السوبر 94. المهم الماتش ده كان حياة او موت، اللي هيكسب هيعفل على التاني طول عمره. ولو جيت كده تبص على حال كل فريق فيهم قبل الماتش على المغمض، الزمالك احسن، الزمالك اجهز، الزمالك اقوى، وده لان بشكل بسيط كان عندهم سكواد مرعب من اللاعبين، وبالذات خط الهجوم مصطفى وزيزو وبن شرقي. الثلاثي عندهم مميزات اي خط هجوم خلقه ربنا، وعندهم انسجام غير طبيعي. ولو جيت تنزل تحت شويه هتلاقي عندهم خط وسط خرسانه، طارق حامد والفرجاني، يعني بتتكلم في فرقه كامله متكامله من مجاميعه. ولو جيت تبص على الجانب التاني واللي هو الاهلي، مش هقولك ان الدنيا ضايعه، هما مش بنفس قوه الزمالك. كانت فرقه حلوه وعندها روح وصراع على الكوره وكل حاجه، وعندهم ميزه كمان ما كانتش عند الزمالك وهي الجماعيه في الاداء، بس ده ما يكفيش لان ولا هم عندهم المهاجم السوبر ولا الاجنحه الفتاك. لكن حته صانع الالعاب دي شويه ممكن يكون فيها كلام، يعني مجدي قفشه كان ساددها. ننزل مثلا شويه على خط الوسط كان ماسك نفسه شويه، يعني حمدي والسوليه كانوا عاملين ثنائيه روعه. ومثلا لو نزلنا شويه كمان هنلاقي خط الدفاع ما كانش قد كده، بس في نوع من الانسجام شغال يعني لو اتكلمنا في المجمل الفني الزمالك متفوق. لكن استنى يا عزيزي، اللي بينتش في الماتشات دي وبيجري هو بيبقى الكسبان. يعني ممكن فرقه تكون بعيده عن المستوى طول الموسم تيجي في الماتش ده وتقلب فيها سوبرمان ويكسبوا البطوله سهله جدا. يعني الكلام اللي بقالنا صعب نشرح فيه ده كده على الورق، لكن الكلام في الواقع ده غير خالص. المهم نبدا المدعكه. في اول كام دقيقه الاهلي ضاغط وماسك امور الماتش، وكمان راحوا وضيعوا الكلام ده في اول 5 دقايق بس، وده كان عكس المتوقع. لكن في ثانيه الاهلي بيجيب جول. تقول لي ازاي ومش عايزين بنشرب؟ اقول لك ما اعرفش، هو حصل كده. ماتشات الموسم كلها كوم، والماتش ما بين الفرقتين ده كوم تاني. المهم بعد الجون ده احنا قلنا بس هنشوف مدعكه. عدينا اول ربع ساعه والاهلي ماسك الكوره بشكل كبير، وهو اللي ضغط وممكن التاني في اي وقت. وكانت ساعتها ردة فعل لعيبه الزمالك كانت غريبه وكانت متاخره. بعد حوالي اول 15 دقيقه اللعب كله مال في نص ملعب الاهلي، وهنا لعيبه الزمالك فائت، وهنا بقى الزمالك احسن واقوى واشرس على المرمى، وبقت الحاجه الوحيده اللي ناقصاهم بس ان هم يجيبوا التعادل، وده بيحصل فعلا. وفي حوالي الدقيقه 31 شيكا بياخد الكره من على الخط وبيخش في حتته وبيعدي من معلول واجاي وبيكلفت السوليه، وقبل ما حمدي يضغط عليه كان بعد الكره الشبكه. وبكده كل تساوت الرؤوس مره اخرى. ومع نهايه الشوط الاول زيزو كان بيستعد ان هو يشوط كره فيها غل وقوه وكبت رهيب، لكن حمدي فتحي عمل تاجلينج ملوش حل. وبشكل واضح الكره دي كانت بتوصف حال الماتش، ان الزمالك بيهاجم بقوه رهيبه لكن دفاع الاهلي دايما في الموعد. المهم سيبك من الفلسفه الكدابه دي وتعالى نكمل. مع بدايه الشوط الثاني وفي حوالي الدقيقه 49 مصطفى محمد بيضيع كره سهله، وده مش حلو في النهائيات. وبعدها بدقايق بسيطه الاهلي بيعرف يعمل اول هجمه خطيره ومنظمه بعد الجون الاول، لكن حسين الشحات بيضيعها بسذاجه شديده جدا. وده معروف في عرف الكوره ان الفريق اللي بيضيع الفرص البسيطه والسهله دي هو اللي بيقلب الماتش لصالح الفريق اللي قدامه. ولسه بنتكلم بنبص لقينا زيزو بيرد في الناحيه الثانيه بكوره بتترزع في القايم، وبكده تكون تساوت الرؤوس مره اخرى. المهم بقى الماتش فضل سجال رايح جاي، ومحدش عارف مين اللي هيلدغ التاني لحد الدقيقه اللي انت مستنيها ال 85. عمرو السوليه كان بيرفع كره عاديه جدا توصل لدفاع الزمالك بيردها محمود علاء، وساعتها مجدي قفشه بيستلم الكره على فخده اليمين وبيمرجح رجله وبيودي الكره على شمال ابو جبل، ودي كانت كفيله انها تقتل لعيبه الزمالك رغم هيمنتهم على الماتش. وساعتها النادي الاهلي بيتوج بالنجمه التاسعه في تاريخه. وهنا تكون النهايه. قط يا عمنا، وكان معكم ابو الادهيم، سلام.